السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. بخصوص موضوع اللاجئين، الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات الارض ارض الله، ما احنا عارفين كلنا ان الارض ارض الله. وبرضه اذا كنت هتتكلمني من ناحيه الدين، فبرضه ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تمام. فاحنا لما الشعب المصري بيطالب بايش؟ ان اللي يبقى داخل عندي ابقى انا عارف هو مين، وداخل ارضي ليه، وداخل بلدي ليه. يعني زي ما النظام ماشي في كل دول العالم. يعني اي حد بيروح مثلا دول الخليج، مش بيبقى داخل بتاشيره وبفيزا، على اساس ان الدوله تعرف مين اللي داخل ارضها ومين هو ووضعه ايه. فكذلك مصر، مش معنى عند مصر وكله يعني عامل نفسه يعني طيب مش عارف. المفروض دي حاجه معروفه، اي حد يخش بلد يكون معروف اصله وفصله مين وداخل ليه. ده شيء طبيعي يعني. ولا هم اللاجئين بس يعني عايزين يعيشوا في مصر كده ايه، سداح مداح، زي ما بيقولوا؟ لا، الوضع لازم يكون فيه نظام وفيه ترتيب وفيه اولويات. الاولويه لابن البلد، بعد كده نشوف وضع اللاجئين ايه. الحين خلاص يعني ما عادش فيها كلام. تقنين معروف انت وضعك ايه، مين انت، دخلت البلد ليه وعاوز ايه. اللي بيخاف من وضع التقنين او بيخاف من وضع انه يبقى معاه اقامه في مصر، يبقى ده في بطنه بلا وعنده مشكله، ما فيش فيها كلام لا نقاش. اللي يقبل الغلط يبقى هو اساسا جاي في حاجه غلط. يعني ديت مش محتاجه كلام ديت يعني افتكر. فاللي يقعد بقى يغني ويقول لك الارض ارض الله، معروف ده كلام الاخوانجيه. الاخوانجيه لا يعرفوا حاجه اسمها بلد، ولا يعرفوا حاجه اسمها وطن، ولا عندهم انتماء اساسا لوطنهم اساسا. فالاخوانجيه ما يعرفوش الكلام ده. الاخوانجيه يقول لك الارض ارض الله. طيب ليه يبقى في دول؟ ليه يبقى في حدود؟ ليه يبقى في كذا؟ طب انتوا واجعين دماغنا بالقضيه الفلسطينيه ليه طيب؟ لما هي الارض ارض الله. يعني مش عاوزين نتكلم كلام احنا مش فاهمينه، ولا هو بس مجرد كلام وخلاص. وتحياتي للجميع.